نبدأ شرح الدرس الأول. المفهوم الأول وهو احتياجات النبات. أنواع النباتات: في نباتات بتقدر إنها تعيش في التربة، في الهواء، في الماء، على الصخور. النبات بيحتاج إلى بيئة مناسبة إن هو يعيش فيها، ومية وضوء شمس عشان يقدر ينمو. النبات بينمو زي ما الإنسان برضو بينمو، زي ما الإنسان بيبدأ إن هو يكون طفل ويكبر واحدة واحدة لحد ما يوصل لراجل عجوز. برضو النبات بينمو، بيبدأ من بذرة صغيرة ويكبر واحدة واحدة لحد ما يكون شتلة، وبعد الشتل ينمو أكتر فأكتر ويكون نبات كبير. بنبدأ نغرس البذرة في التربة أو البيئة المناسبة على بعد مناسب، نسقيها المية ونتركها للوقت. تبدأ عملية الإنبات، بيبدأ الجذر هو اللي بيتكون الأول عشان يقدر إن هو يسحب المية والعناصر المعدنية الموجودة في التربة عشان النبات يتغذى وينمو. وبعدين تبدأ الساق تنمو واحدة واحدة. الشتلة اللي هي نبات صغير تبدأ تنمو أكتر فأكتر، والساق تنمو أكتر فأكتر، ويتكون عندي الأوراق والبراعم اللي بينمو من بعدها الزهور اللي بتنمو أكتر وتخرج لي الثمار. زي ما الإنسان عنده أذن وعين وأنف وفم وقدم، برضو النبات عنده أجزاء وهنتعرف عليها. بيبدأ النبات من الجذور اللي هي بتثبت النبات في التربة وتمتص المية والأملاح المعدنية الموجودة في التربة. وبعدين الساق اللي بيحمل أجزاء النبات كله من أوراق وزهور وثمار. الأوراق هي مصانع غذاء النبات وهنعرف كمان شوية ليه. والأزهار وهي أعضاء التكاثر، فهي تنتج البذور التي يمكن تنمو إلى نبات جديد، وهنعرف برضو إزاي. الجذور والشعيرات الجذرية، ربنا خالق إن الجذور بتقدر إنها تمتد في التربة ويطلع منها شعيرات جذرية أكتر عشان تمتد وتعمل مساحة أكبر إنها تقدر تمتصلي مية وأملاح معدنية أكتر من التربة عشان تساعد النبات على النمو. أما الساق ففي أشكال كتيرة من الساق، زي الساق الخشبية اللي موجودة في الشجر أو النخل، زي الساق الرأسية المستقيمة زي اللي موجودة في الأزهار زي زهرة عباد الشمس. وعندي ساق متسلقة بتقدر إن هي تتسلق وتطلع على العمود أو الجدران زي شجرة العنب. وفي سيقان عندي مدادة على الأرض تقدر تزحف على الأرض وتمتد أكتر فأكتر. وفي سيقان درنات تحت الأرض زي البطاطس، دي سيقان وموجودة تحت الأرض. لكن البطاطا دي جذور موجودة تحت الأرض. والأوراق، عندي أوراق صغيرة، في صغيرة جدا بتشبه الإبرة زي أوراق شجرة الصنوبر. وفي أوراق مسطحة وعريضة وكبيرة جدا زي ورق نبات الموز. شايفين ازاي احنا لما بنسقي النبات بالمية، الشعيرات الجذرية بتبدأ انها تاخد المية واحدة واحدة توصلها للجذور، الجذور ترفعها للساق، الساق يوديها للأوراق والزهور وباقي أجزاء النبات. زي ما الإنسان بيقدر إن هو يتنفس، النبات برضو بيتنفس. الإنسان بيتنفس إنه بيدخل الأكسجين وبيخرج ثاني أكسيد الكربون وبخار المية. النبات برضو في الورقة بتاعته ربنا خالقله فتحات صغيرة اسمها ثغور، بتقدر إنها تدخل أو تاخد ثاني أكسيد الكربون وتخرج أكسجين ومية زيادة عن حاجتها. وبرضو زي ما الإنسان بيقدر إن هو يتغذى على النباتات أو الحيوانات وعنده جهاز هضمي بيقدر إنه يساعده يستخلص العناصر المفيدة دي ويوزعها لباقي أجزاء الجسم، برضو النبات ربنا خلقه بيقدر إن هو يصنع غذائه بنفسه. زي ما قلنا إن الورقة هي مصنع الغذاء، في عملية اسمها عملية البناء الضوئي. دي عبارة عن إيه؟ لازم يكون النبات متوفر له البيئة المناسبة، ضوء الشمس والمية. اللي بيحصل إن الورقة فيها
كلوروفيل، ده بيساعد إنه يمتص ضوء الشمس مع وجود ثاني أكسيد الكربون والمية، وتخرج لي أكسجين والجلوكوز اللي هو الغذاء بتاع النبات. عشان كده النبات هو مصنع الغذاء. نقدر نلخص عملية البناء الضوئي دي في إيه؟ إن النبات أو ورقة النبات في وجود ضوء الشمس بتاخد ثاني أكسيد الكربون والمية، وتخرج أكسجين اللي احنا بنتنفسه، وتصنع لنفسها الغذاء اللي هو الجلوكوز أو السكر، وتبدأ توزعه. وهنعرف ازاي. زي ما الإنسان ربنا خلقه عنده جهاز دوري عبارة عن قلب وأوعية دموية، فالقلب وظيفته دفع الدم في الجسم، والأوعية الدموية هي أنابيب مسارات ينتقل فيها الدم والغذاء والغازات. عبارة عن إيه الأوعية الدموية دي؟ شرايين وأوردة. الشرايين مسار بيمشي فيه الدم وهو محمل بالأكسجين والجلوكوز من القلب إلى أعضاء الجسم، وبيكون لونه أحمر فاتح. أما الأوردة بيكون الدم فيها راجع من أعضاء الجسم محمل بثاني أكسيد الكربون والغذاء، بيوديهم إلى القلب والرئتين، وبيكون لونه مائل إلى الأحمر القاتم اللي لونه يكون أزرق. أما النقل في النبات، ربنا خلق جواه برضو مسارين اتنين بيقدر يمشي فيهم الغذاء والغازات. أوعية النبات هي أنابيب ينتقل فيها الماء والعناصر الغذائية. زي أوعية الخشب تنقل الماء والعناصر الغذائية من الجذر عبر الساق إلى الأوراق في اتجاه واحد. أما أوعية اللحاء تنقل الجلوكوز من الأوراق إلى الأجزاء السفلية للنبات. وزي ما الإنسان بيتكاثر ويخلف ويجيب أطفال صغيرين، والأطفال يكبروا ويتزوجوا ويخلفوا أطفال صغيرين، النبات برضو بيقدر إن هو يتكاثر. يعني إيه يتكاثر؟ يعني يكون فرد جديد منه. والمسؤول عن التكاثر في النبات هي الزهرة. الزهرة في منها أشكال كتير. في زهرة كبيرة ملونة زي الأزهار الموجودة في الحدائق، وفي أزهار صغيرة جدا زي الأزهار الموجودة في الأعشاب زي نبات البرسيم، تكون الزهرة بتاعته مختلفة وصغيرة طبعا لأن فيها البذرة اللي موجودة في الثمرة. البذور وانتشار البذور دي ممكن يكون عن طريق المية، زي بذور جوز الهند بتقدر إنها تنتقل عن المية وتروح مكان تاني وتكون نبات جديد تاني. تنتشر عن طريق الهواء أو الرياح اللي بتنقلها من مكان لمكان تاني، وبرضه بتقدر تروح لتربة معينة أو بيئة مناسبة وتكون نبات جديد زي بذور الهندباء. أو ممكن من حركة الحيوان والإنسان، البذرة بتلتصق في القدم أو اللبس بتاع الحيوانات والإنسان وتنقلها من مكان لمكان تاني، أو الإنسان بيقدر ياخد البذور دي وهو بإيده بيزرعها في مكان تاني عشان يقدر يطلع نباتات جديدة زي بذور شجرة التفاح. بعد ما عرفنا كل ده عن النبات، نقدر نقول إن النبات بيحتاج لتربة أو بيئة مناسبة إن هو يعيش فيها، وبيحتاج لمية وأملاح من التربة دي، وبيحتاج لضوء الشمس عشان يصنع الغذاء بتاعه. وإن النبات بيبدأ ينمو مما هو أول حاجة البذرة، وتنمو واحدة واحدة وتكون شكلة اللي هو الإنبات، وتبدأ تنمو أكتر فأكتر وتكون لي شجرة مثمرة كبيرة اللي فيها الزهور وفيها الثمرات اللي بناخد بعد كده منها البذرة، وهكذا دورة الحياة بتاعتها. وبكده نكون خلصنا المفهوم الأول. أتمنى أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بطريقة بسيطة وسهلة ومميزة. اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.